أخباركم إيه؟ هل الصومال ممكن تدخل حرب مع إثيوبيا؟ هل رئيس وزراء إثيوبيا بيهدد باستخدام القوة ضد حكومة الصومال؟ هل إثيوبيا بتدور على مخرج لتعثرها في سداد ديونها؟ وده تصنيف بعض المؤشرات النقدية. قبل سنة 91 كانت الصومال أرض واحدة وبنسميها الصومال الكبير اللي هي باللون الأخضر على الخريطة. في سنة 91 المنطقة اللي هي باللون الأصفر أعلنت انفصالها عن الصومال وأطلق عليها أرض الصومال، وده رفضه المجتمع الدولي. صاحبنا اللي قدامكم حاكم إقليم أرض الصومال الانفصالي أبرم اتفاقية لتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر مع إثيوبيا، وهيدي لإثيوبيا 20 كيلو متر من الساحل البحري، في مقابل هيمنح إقليم أرض الصومال الانفصالي حصة في الطيران الإثيوبي والاعتراف بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة، وده اللي رفض المجتمع الدولي. أما حكومة الصومال استدعت سفيرها في إثيوبيا وأصدرت بيان قالت فيه إن الاتفاق اللي أبرمه إقليم أرض الصومال الانفصالي مع إثيوبيا واللي بيتيح ليها استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر لاغي ولا أساس له من الصحة. وقالت الحكومة في بيانها إن تصرف إثيوبيا واعترافها بأرض الصومال دولة مستقلة بيشكل خطر على الاستقرار والسلام في المنطقة. وأعلن عمدة مقديشيو يوسف حسين إن الاحتجاجات الجماهيرية ضد صفقة القاعدة البحرية بين أرض الصومال وإثيوبيا هتهز مقديشيو يوم الأربعاء القادم.